جدا، صبعتها بنفس الشكل، عايزه تكوريها عايزه تعملي اللي انت عايزاه يا اختي. لو عندك عصيان الشيش الخشبيه يا اختي ممكن تعمليها وتصبيها عليها وتحطيها على الشوايه، جامده جدا. ولازم كميه الدهون فيها بتخليها جوسي زي ما انت شايفه، شويه الدهون اللي فيها، وسلام لو حته ليا ضاني زي ما تكوني جايباها من اي محل مشهور بتاع كفته. الزيوت اللي نازله منها دلوقتي على الشوايه بتدل عن الخلطه جامده جدا، نفس خلطه المحلات بالظبط. وهنا الكفته في البلكونه لما طلعت دخان اتفضحت، الجيران قالوا لي انت بتعمل كفته، فكروا في حريقه في الشقه. قلت لهم انا لا، ده انا بعمل شويه كفته جامدين قوي. شايفين الجمال والحلاوه؟ بسم الله ما شاء الله. واحد كفته ما بيهزرش مع طبق مكرونه موضوع، مع شوية طحينة بتوع المحلات، مع شوية سلطة، أعزنك قاعد عند كبابجي بالظبط. شايفين الجمال والحلاوة في البرزنتيشن؟ يلا اخواتي اعملوا الوصفة دي وهتدعولي، بس أهم حاجة نصلي على النبي في الكومنتات. انجو عليك يا أختي، ما تدوسي رايك يا أختي بقى.